دلوقتي انا عندي مشكله غريبه جدا، كل ما ستانفي يبعتولي حاجه جديده لازم اخد دور برد اقعد فيه 10 ايام مثلا. فيا دوب خلاص الحمد لله بقينا كويسين، جايه بقول الحق معاكم الاوفر اللي هيضيع مننا ده. بجد يا جماعه الحاجات خطيره، اوفر بجد ما يتفوتش. لو انتي عروسه على طول على طول خليه يدفع، ده هم 600 جنيه في الشهر. هما بيساعدوكوا علشان ما يبقاش فيه اي تلاكيك لاي حاجه تعطل الجوازه. البندل الكبيره اللي ستانفي عاملينها اللي هي فيها الاير فراير الخلاط والكبه، التلاتة مع بعض نازلين من 12500 ل 7777. ده غير كمان البرومو كود بتاعي اللي هيكون شغال على الاوفرز. فنلحق نفسنا دلوقتي بقى. تعالوا نتكلم على كل حاجة لوحدها علشان اوريكم العظمة اللي عاملاها ستانفي. بجد كل برودكت فيهم او كل ديفايس فيهم خطير. خلونا نبدأ بالكبة. زي ما انتم شايفين كده كبيرة جدا، لتر ونص. فيها كمان 3 شفرات من الستانلس، اولا علشان تجيب كل حاجة في الدورة، وتاني حاجة علشان من الستانلس علشان ما تصديش. القاعدة بتاعتها مقاومة للانزلاق عشان تكون ثابتة معاكي. خدوا بالكم من حاجة، انه لازم يكون اللوجو بتاع ستانفي قصاد بالظبط الايد بتاعتها علشان تبدأ تشتغل. ده نظام امان للاطفال لانها ما بتشتغلش غير بالطريقة دي. انا بقى هنا عملت فلافل، كيلو من الفلافل. انا اولا اتفاجئت ان هي سهله كده، ماما اتفاجئت ان هي سريعه قوي كده، اللي هو دقيقه ونص بالظبط بالظبط، وكانت خلصت كيلو كامل من الفلافل مضروب بطريقه كويسه جدا جدا زي ما انتم شايفين كده. الكبه معاها ضمان سنتين، تنفع للحمه والخضار، وحاليا عليها اوفر بدل 2000 جنيه هتبقى ب 1444. الخلاط العملاق زي ما انتم شايفين كده حجمه كبير جدا جدا، 2 لتر، وكمان بيجي معاه مطحنة توابل حجمها نص لتر. في سرعات كتيرة قوي قوي، بس انا بشغله على اقل سرعة وبجد بيديني احسن نتيجة ممكنة. الخلاط ينفع سخن وبارد لانه 1800 واط، وما تخافيش خالص لو وقع منك لانه هو اصلا ما بيتكسرش. ده غير انه كمان معاه ضمان 3 سنين، وحاليا بقى في اوفر خطير عليه، سعره هينزل من 4000 جنيه ل 3333. ده غير انك كمان هتاخدي خصم زيادة لما تحطي البرومو كود بتاعي. عايزه اقول لكم ان هو بالظبط في 6 ثواني كان كيلو الفراوله بالتلج اتفرم تماما، وكمان على اقل سرعه. كمان بيجرش التلج بكل سهوله كانه مثلا بيعصر نص ليمونه، بجد مش فارق له خالص. الاير فراير الجديده من ستانفي دي بقى هتكون صديقتي الفتره الجايه. ليه بقى؟ لانها حجمها من بره زي ما انتم شايفين كده صغير شويه، فمش هتاخد حيز كبير في المطبخ، وكمان البوكس بتاعها كبير جدا 5 لتر، فهياخد معاكي وجبه كامله وهتنجزك كمان، لان هي سريعه جدا جدا في الطبخ، بجد بتخلص بسرعه قوي. فيها 7 برامج معده مسبقا، يعني هتظبط لك الوقت ودرجه الحراره المطلوبه للوجبه بتاعتك، وكمان تاتش سكرين. ده غير ان البوكس بتاعها سهل جدا في التنظيف، معاها ضمان 3 سنين، وكمان عليها خصم اكتر من 2000 جنيه. فبجد نلحقها لان هي فعلا ما تتفوتش. لو عايزين بقى طعم الشوي بلاش تحطوا الطبق الورقي ده، يعني انا بصراحة بحب طعم الاكل من غيره اكتر، بس لما بكون مكسلة اغسل بحطه. شايفين شكل الاكل بعد ما خلصت حلو ازاي؟ بجد بيطلع طعم الاكل فيها خطير. باكد عليكم تاني ان كل الاجهزه اللي شفتوها دي تقدروا تشتروها ب 600 جنيه بس في الشهر عن طريق التقسيط. هسيب لكم طبعا منشن ستانفي لو انتم مش عارفين ازاي تقسطوا كده. ولكن يا جماعه اهم 3 اجهزه في المطبخ لما يكون نازل عليهم الخصم ده كله من 12500 ل 7777، ده بجد خصم ما يتفوتش ابدا. يعني لو انت عروسه الحقيقه على طول، او حتى بتجددي مطبخك، لانه انا وماما انبهرنا من سرعه الكبه ما شاء الله، اللي هو دقيقه ونص، والخلاط سريع بشكل مش طبيعي بجد. هم ثواني، 6 ثواني كان خلص. 6 ثواني ده رقم مش ممكن، انا مش متخيلاه اصلا.